احنا المرة اتفقنا على حاجة حلوة أوي. ايه هي الحاجة الحلوة دي؟ ان في مجتمع خلوي. ماشي، المجتمع الخلوي ده بينه وبين الدم في مجتمع بين خلوي، وبعد كده المجتمع اللي جوه البلازما. فاتخلق عندي 3 كومبارتمنت في 3 غرف: غرفة الخلية، وغرفة الخلية دي جنبها سائل بيغذيها، والسائل اللي بيغذيها ده جنبه أوعية دموية. بيحصل بين الأوعية الدموية وهذا السائل دائما حالة تعادل. دائما حالة إيه؟ حالة تعادل. فأنت الدم مثلا ماشي كده، والكرات الدم الحمراء ماشية كده، فتبدأ تسيب الأكسجين هنا، ويبدأ النيوترينز أو المغذيات تطلع من هنا لهنا، وتبدأ الخلية تفرز أو تطلع مخرجاتها وفضلاتها في هذا المويتي أو هذا التشامبر أو هذه الغرفة أو هذا القسم من السوائل. وبعدين ده الدم بيرجع له تاني ويقوم مكمل اهو في الاتجاه. عظيم عظيم. فاحنا قلنا الخلية هنا بتطلع البيبي بتاعها، ده رقم واحد. بتطلع كمان افرازاتها، يعني لو الخلية دي بتطلع هرمون مثلا بتطلعه في هذا المكان، وكان بيتشفط في الدم هنا وبيرجع كده. يعني لو افترضنا ان دي خلية بتطلع الجسترين او السيروتونين من المعدة، فبتطلعها في الوريد اللي جنبها عن طريق المية اللي بينها وبينه. حلو حلو. ماشي. فانت تمشي بعد كده هذا الجسترين او هذا الهستامين في الدم الوريدي، وبيطلع على ايه؟ على الكبد. تتفاجئ حضرتك ان انت دلوقتي دايما بيبقى في حالة تعادل ما بين السائل البين خلوي بين ده وده. يعني دايما هنا في حالة توازن كيميائي بين الدم وبين السائل البين خلوي. طيب، اللي بيوصل للخلية هنا ده المفروض الدم ده لو في مغذيات، مين اللي أنتجها يا أستاذ منك ليه؟ الكبد. ولو في بيبيهات، البيبي جاي منين؟ من الخلايا. طب ولو في هرمونات طالعة من الغدد اللي بتفرزها في الدم، يبقى كده الدم ده بيتكون بالشكل ده. حلو حلو. طب أنا لو خدت عينة من الدم يا دكتور، هل بينبئني على مستوى الكيمستري بتاع الدم بس؟ يعني بينبئني عن ال3 لتر بس بتوع البلازما اللي في الدم بس؟ لا. اقول لك لا. الجزء اللي بره الخليه دايما في توازن. ما احنا دلوقتي ما فيش بينهم وبين بعض حواجز هنا. انا بفلتر دايما من هنا، فالاخضر ده هو واللي جوه دايما متوازنين. امال مين يا باشا صاحب العقل؟ الخليه يا باشا. الخليه تطلع حاجات وتدخل حاجات ده بمزاجها. فدايما المجتمع الخلوي والمجتمع الكبدي دايما بتوازنوا عن طريق ال20 لتر اللي في النص. تمام؟ ما انا قلت لك اهو. بص انت دلوقتي ايه جوه الخليه. بص انت دلوقتي ايه؟ انت دلوقتي جوه الخليه اهو. خلاص انا دلوقتي جوه الخليه. ماشي. هتلاقي الصوديوم 10 والكلورايد 5 والبوتاسيوم 150. ايه يا عم الارقام دي؟ مش دي اللي انت مذاكرها؟ ومغنيسيوم 50 وفوسفورس 75. ركز معايا. انت بقى جوه الدم كده صوديوم 140 وبوتاسيوم 5. صوديوم 140 وبوتاسيوم 5 انت حافظها دي، والكالسيوم 3 انت حافظها برضو، ده كل ده انت حافظه، ومغنيسيوم 2 ده انت حافظ ده. ده فين يا باشا؟ ده في الدم. طب هل انا لو خدت عينه من الدم وشفت ده بينبئني عن الدم بس؟ لا، ما ينبئنيش عن الدم بس. ليه يا بيبو؟ لانه بينبئني عن المجتمع خارج الخلوي كله. يعني انا جوه الخليه، واحنا رجعنا تاني قلنا كده قسمنا. قلنا جسم الانسان، ركزوا معايا يا جماعه عشان المحاضره النهارده طويله سيكه، فركزوا معايا عشان عايز اخلصها بسرعه. يعني هي السلايدز تبقى سهله، انا بقالي كام يوم. ماشي. بقالي كام يوم بحضر لها. ماشي. بقالي كام يوم ايه بحضر لها بعد. بس احنا وقتها قلنا ايه؟ ان جسم الانسان 80 كيلو، 65 منها يعني ده مثلا، يعني
65% منهم ميه، الميه دول هيطلعوا 50 لتر، واللتر في الميه ب 50 كيلو، لان اللتر ده حجم، الكيلو ده وزن، فالمفروض عشان احول حجم الوزن اضربه في الكثافه، فكثافه الميه واحد، عشان كده هي من اتقل السوائل الميه. يعني الميه تقيله جدا، 1000 في الألف في الواحد، فيعني عشان كده بتطلع بالكيلو، 50 لتر ب 50 كيلو. هنقول ان 60% منهم خلوي، اللي هو 30 لتر، يعني خلايا محتويه ميه 30%، 30 لتر، وبره خارج خلوي 40%. خلاص، منهم 16 ونص كده انترستيشيال بين خلوي كده، وفي 3 ونص وعائي، بس الاتنين دول دايما متوازنين، دايما ايه متوازنين. يعني عينة الدم لو فيها سكر 500 يبقى البين خلوي 500 يا باشا، عشان بقى ايه اطمنك بزياده. يعني بين خلوي يا باشا 500. يا نهار اسود بجد، يا نهار اسود تتجنن انت بقى. تقول يا نهار اسود، ده كده انيل، ده كده السكر قريب قوي من الخليه يا باشا. الخليه يا باشا مقاييسها مختلفه. ما الصوديوم عند الخليه 140، 140، ما هو في الدم 140، يبقى جنب الخليه بين خلوي 140، هو جوه الخليه 10 يا باشا. دي اسمها الاراده الخلويه. خلاص، دي اسمها ايه؟ الاراده الخلويه. فبناء عليه يبقى انا يا باشا كده الرسمه دي تكون دلوقتي ايه واضحه. دلوقتي دي خليه اهي، خلاص، وده خارج خلوي. خارج خلوي ده يا اما انترستيشال بيني او خلالي، ويا اما جوه الدم. خلاص، هنا وهنا متوازنين في كل حاجه، ما عدا هنا جوه في بروتين اسمه البومين محجوز، ما بيطلعش بره، ما بيطلعش بره الالبومين، ما بيطلعش بره، ولا الخلايا طبعا. هو النسيج، الدم نسيج قلنا، الجزء الخلوي فيه ما بيطلعش، لا صفائح بتطلع ولا كرات دم حمراء بتطلع. الخلايا البيضاء تطلع من جوه لبره في حاله الاستدعاء. يعني خلايا الدم البيضاء تطلع، الوحيده اللي قادره تطلع من داخل هذا التجويف الى الخارج، بس تطلع تعمل مهمه، وليكن الخليه دي فيها فيروس ماشي وخلاص بتموت، او حصل فيها ميوتيشن طفره، او حصل فيها خلل مناعي، او حصل فيها ان الميتوكوندريا بتاعتها انتحرت او انفجرت، او حصل فيها تسمم اكسجيني، احفظ، او تسمم تاكسدي، فالخليه دي اتشوهت، فبناء عليه هتطلع الخليه الدم البيضاء من هنا لهنا، او الجسم المضاد اللي هو الانتي بوديز تطلع من هنا لهنا، لان انا كونتها في حته وهنقلها في الدم وازقها على الخليه بره، بس على شرط الخليه دي هتعمل استدعاء. فعشان كده اللي بيجري هنا كخلايا او اجزاء شبه خلويه زي الصفائح او كرات دم حمراء ما بتطلعش بره، مهما كان صغر الشريان او الشعيرات ما بتطلعش. لكن اللي بيحصل التوازن فيه على مطلقه اكسجين كربون دايوكسيد ميه، اكسجين كربون دايوكسيد ميه بيطلعوا بالتبادل على البريشر جريدينت او الفوارق الضغطيه. طبعا الاكسجين هنا اعلى فبيطلع من هنا لهنا لهنا، وكربون دايوكسيد هنا اعلى فبيطلع من هنا لهنا لهنا. فطبعا طريقه خروج الكربون دايوكسيد كده، طريقه دخول الاكسجين كده. طب الميه يا باشا، الميه حسب، لو الميه هنا زياده هنا تعلى تدخل الخليه، الميه هنا زياده هي تعلى تنزل هنا تدخل هنا تتغسل في الكليه. فهمت حاجه؟ فالميه حسب، الميه ملهاش اتجاه، الميه رايح جاي، الاكسجين رايح جاي، ثاني اكسيد الكربون رايح جاي. ما انا في اوقات هحتاج ثاني اكسيد الكربون هطلعه من هنا واديه كده او هحبسه، لكن الميه دايما هي والكربون دايوكسيد والاكسجين الثلاثه في حاله توازن، وما بيفرقش معاهم وجود اغشيه خلويه. لكن الخليه دي حاجزه جواها بروتين زي الاكتين، زي الهيموجلوبين، زي الفريتين، زي الفايبرين، فاهم؟ حسب نوع الخليه. يعني لو كرة دم حمراء هيبقى جواها هيموجلوبين، لو خليه عضليه جواها اكتين، فاهم؟ لو خليه مبطنه جواها فايبرين، انت فاهم القصه؟ والبروتين اللي جوه الدم اسمه البومين، انت كلنا حافظينه طبعا. ده بيحافظ على حاجه اسمها اونكوتيك بريشر، اما الضغط الدم يقع ده بيحافظ على الاوعيه انها ما تقفلش، لان
لان الشريان ما بيحافظش على نفسه مفتوح غير في حاله واحده، ان هو جواه ضغط، لان هو كده كده مضغوط عليه من بره بضغط جوي، صح ولا مش صح؟ حلو. فانا لازم الشريان بتاعي يكون جواه ضغط عشان ما يعدي في حته زي الضغط عالي زي البطن يحافظ على نفسه مفتوح. انت فاهم الفكره؟ فانت لما بتوطي ضغطك في دراعك اعرف ان ضغطك في حتت تانية قفل. ما هو الشريان ليه حاجه اسمها كريتيكال بريشر. لو الضغط نزل جوه الشريان على حاجه معينه، الشريان هيقوم قافل مش فاتح، ايا كان الحته اللي بيغذيها. ما انت نزلت الضغط فيه، وانا سبق امبارح وشرحت ان مجرد توزيع سريان سائل على كذا بتاعه، مش عارف الرسمه فين، بيوقع الضغط. فانت دي اسمها ايه؟ الحركه دي لو حصلت مع ضغط واطي، واحده من دول هتقفل، فمش هتوصل لها. زي الهواء برضو، الهواء في الرئه، لو الضغط وطي جوه واصله من وصلات الرئه، يعني الرئه اهي، حلو، الرئه اهي، خلاص الهواء ماشي كده كويس كويس. لو الضغط وطي وسط واحده من دول، تقفل الحته اللي رايحاها، خلاص ما هو الهواء مش هيوصل. فانت قفلت في حاجه اسمها ايه؟ كريتيكال بريشر. يعني ايه كريتيكال بريشر؟ يعني الضغط جوه المنطقه جوه الوعاء قل اهو. دي اما بيتقسم كده، الضغط بيتقسم على كل دول حسب الكروس سكشنال اريا. لو الضغط هنا وصل كريتيكال ووطي، يقفل 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 يقفل. فانت بتوطيه لي كمان بدواء ضغط. يعني انت بتوطي الضغط بدواء ضغط، فبتعمل الحركه اللي مش كويسه دي. فانا عشان كده دايما بقول ادويه الضغط من ايه؟ الحاجات المش محببه. ليه؟ لانها بتموت، فاهم؟ بتقلل الترويه لاماكن مهمه. انت فاهم القصه ازاي؟ وهي فرحتك وانت بتنزل الضغط في شريان دراعك. يا باشا ده دراعي ده فوق خالص، ده جنب القلب هنا اهو. امال يا باشا الشريان اللي في دماغك بقى خلاص ده بالسلامه. ما هو وصل لحاجه اسمها ايه؟ كريتيكال بريشر. الضغط داخل الوعاء وصل لحاجه اسمها كريتيكال، فبيقوم قافل. بس قفل القفله دي كل سنه وحضرتك طيب بقى، هو قفل خلاص. وبيقفل سايلنتلي كمان. يعني ايه بيقفل سايلنتلي؟ يعني من غير صوت، مش هيوجعك. والانفعالات طبعا مهمه، عشان كده الانفعال بجري الدم مش كده الورمنج. يعني هقول لك على حاجه، اللي انا حكيته امبارح ده يحصل مع ضربه الشمس عادي، مش لازم يكون واكل. يعني اهم حاجه علله الهستامين يا باشا. والهستامين يا اما اكل، وده اهم واحد، يا اما ضربه شمس، فاهم؟ او واحد جريه كتير، فاهم؟ او اديله دواء زي مثلا انترافال. يقول لك جاله مالجننت هايبرثيرميا، اسمها الحمى الخبيثه. يا نهار اسود، خلاص يا باشا انت هيكت الجسم وسبته. هو قال لك ايام الكورونا ما ماتوش بالكورونا، امال ماتوا بايه يا مدير؟ بالسايتوكاين ستورم. لا يا باشا، هم ماتوا بهستامين. دول ماتوا بهستامين، فاهم؟ مع ادويه زي بتاعت السكر، انسولين، مع ادويه كوليسترول يا باشا، زيرو مناعه، فله شمعه منوره، فاهم؟ انت فهمت؟ واللي عدى يقول لك خد كورتيزون فجاب له سكر. يعني هاري برضه في الحته دي، ده الحاجه الوحيده اللي انقذته من الكورتيزون بس، لان اصلا القصه نقص كورتيزون بالمناسبه. ده الهواء الجوي 760 ملم ميركوري، اللي هم ال 10 متر ميه اللي احنا اتفقنا عليهم. ده الضغط الجوي اللي انت عايش فيه. منهم 80% نيتروجين، 20% من اكسجين، والباقي 1%. خلاص؟ يعني احنا قلنا تقريبا الاكسجين النيتروجين تقريبا 1/4، 152 ملم زئبق ده ضغط الاكسجين. ضغط النيتروجين تقريبا 600. حلو الكلام؟ حلو الكلام. قلنا ان هيجي بعد كده الهواء اهو هيبدا عايز يتنقل، فيبدا الاكسجين ده عايز يتنقل يروح كرات الدم الحمراء اللي هنا، فيمشي في البلازما. فده كده كده قلنا فيه توازن بين خلوي وده الهواء، والهواء هيعدي من جوه الحوصله الهوائيه يروح جوه الوعاء الدموي اللي هيرجع على القلب عشان يتضخ مؤكسج. ركز معايا، الاكسجين هيتنقل من جوه لبره. الاكسجين ده غاز، وهيتنقل على كرات الدم الحمراء، او مش عليها، هو جواها. لان الاكسجين زي ما احنا قلنا اول امبارح ولا امبارح،
ان هو عامل مؤكسد قوي، فما ينفعش يتساب حر في الدم. خلاص، ما ينفعش يتساب حر في الدم او في البلازما يعني. طب بيحصل فيه ايه؟ تحت الضغط الجوي ده بيتنقل الاكسجين في السائل البين خلوي، وبعد كده منه على البلازما، لان دايما في ايه؟ في تعادل، ومنه على جوه كرات الدم الحمراء. في اثناء هذا الانتقال بيعدي على الخلايا الاتيه: على الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه، وعلى خلايا الرئه، خلاص، وعلى خلايا الدم الحمراء او كرات الدم الحمراء. فاحنا قلنا ان الاكسجين بطبيعه حاله هو ماده مؤكسده، فهو فعلا هو مؤكسد بالفطره، هو دايما ماشي O2 كده، حتى في وضع هذا الاستقرار ده هو مؤكسد بالفطره. هو دايما بيحب يسحب الكترونات من اللي حواليه. وقلنا ان هو من اكتر الحاجات اللي الاكسجين بيحبها، بيحب الحديد، وبيحب يأكسد الحديد. بيأكسد بالدال، بيأكسد، ماشي، بيأكسد الحديد، حلو قوي، فيصدي الحديد. خلاص، فهو مؤكسد بالفطر، يساعد على الاشتعال لكنه لا يشتعل. هو شخصيا الاكسجين لا يشتعل، هو بس يستنى النار تولع وهو يزودها. نشط حتى في حالة الاستقرار. عشان كده حتى الاكسجين الحر ده لو احنا جلدنا حي يحرقه، لكن احنا جلدنا ميت، احنا جلدنا ميت كاوتشوكي، ميت كاوتشوكي، فاهم؟ فيستحمل الاكسجين، وحتى اما بيتاكسد الحته اللي بره الكيراتين ده بيسلف، بيقع وبيطلع مكانه. حتى لو انت اتحرقت خالص بيطلع مكانه، وهكذا. يبقى عمليه التعامل مع الاكسجين دي من اكتر العمليات المجهده للانسجه اللي بتواجهه. كويس كويس. هو بيدوب في الميه وبيدوب في الهواء، بس لو حطينا الاكسجين كغاز وعنصر في نفس الوقت، في مقارنه مع ثاني اكسيد الكربون، وثاني اكسيد الكربون هو غاز لكنه ليس عنصر، هو مركب كيميائي مش عنصر، ده كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون، فكربونه واكسجينتين. فلو قارنا الاكسجين وكربون دايوكسيد كغازين، مع اختلاف كميتهم بقى، في الذوبان في الهواء الاكسجين يدوم اكتر في الهواء، لكن لو في الميه ثاني اكسيد الكربون يدوب قد الاكسجين في الليكويد قده 20 22 ضعف. فعشان كده دايما ثاني اكسيد الكربون يعرف يهرب بسرعه ويعرف يدخل بسرعه، اسرع من مين؟ اسرع من الاكسجين، لانه بيدوب في الميه اسرع، فاهم قصدي؟ لكن في الهواء الاكسجين يدوب اسرع. خلاص، المهم جينا قلنا ايه؟ احنا هنا الاكسجين بيعدي من هنا لهنا، خلاص، فاثناء وهو بيعدي على الاكسجين اهو جوه الحوصله الهوائيه اهو، اللي هو انا رسمه عباره عن اتنين حمر كده لازقين في بعض، الاكسجينتين لازقين في بعض. فبيعدي، وهو بيعدي هنا بيعدي على غشاء الحوصله، وبيعدي على غشاء كره الدم الحمراء، وهو بيعدي عليهم بيأكسدهم، لان هو كده بيعدي، هو بيعدي كده ذرات، هو لسه ما دخلش جوه كرة الدم الحمراء جوه عشان يلزقوا على الهيموجلوبين. ما هو كده لزق على الهيموجلوبين اهو، بص، هو كده لزق على الهيموجلوبين اهو، اهو بيلزق على الهيموجلوبين اهو. بس الهيموجلوبين ده بروتين جوه الكوره، فاهم؟ جوه الكوره، فانا عشان اوصل له لازم اعدي جوه الكوره. خلي بالك، لازم اعدي الاول جوه الكوره عشان ابقى محتوى جوه الهيموجلوبين. فوانا معدي عمال احرق فين؟ في دهون الفوسفوليبيدز، الدهون اللي هنا. امال يا باشا الكربون دايوكسيد ما بيحرقش؟ لا يا باشا، ده بيعدي كده. يعني الكربون دايوكسيد اللي خارج من كرة الدم الحمراء، ثاني اكسيد الكربون هيخرج بالعكس بقى، من كرة الدم الحمراء على البن خلوي على الحوصله، والاكسجين ماشي عكس، الاكسجين ماشي كده. مين المؤكسد؟ مين الاكتيف؟ مين اللي بيحرق؟ ال ال الاكسجين.
ثاني اكسيد الكربون مالوش تاثير كيميائي عليهم، لانه اصلا بيدوب في الميه بيبقى كربونات اصلا. انت فاهم الفكره؟ فثاني اكسيد الكربون ملوش ضرر، ملوش زي ابو النصر، فاهم؟ اللي ليه ضرر مين؟ الاكسجين اللي هو بيعدي على هذه الفوسفوليبيد. خلاص، ايه يا باشا الفوسفوليبيد دي؟ ده المكون الرئيس لكل الاغشيه الخلويه والتحت خلويه. يعني يا باشا لو الخليه دي، يعني الخليه بتاعت المبطنه الحوصله دي جواها ميتوكوندريا، تحتيها برضه يا باشا فوسفوليبيد. كل ده فوسفوليبيد. عشان كده الستات اللي بيجي لها سقط متكرر، يعني هي بتسقط سقط متكرر، فدكتور النساء يقول لها انت عندك حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سيندروم. انت عندك متلازمه ان جسمك بيطلع اجسام مضاده، فبيضرب الفوسفوليبيد بتاع الجسم البيبي، فبتسقطي وهو صغير. لو احنا افترضنا ان جسم حضرتك بيطلع اجسام مضاده ضد الفوسفوليبيد، انت بالسلامه، لان مفيش ولا خليه في جسمك، مفيش ولا خليه في جسمك انشائها مش فوسفوليبيد، فانت كده بالسلامه. طب الفوسفوليبيد يا باشا شكلها عامل كده، بص انا كنت راسمها هنا، فبص في الرسمه، بص دايما ايه، راس وديلين، بص راس وديلين والوان مختلفه لانها مختلفه، الوان مختلفه لانها مختلفه، وهتفهم ليه دلوقتي. وفي النص الكوليسترول، بص يا باشا الكوليسترول اهو، ده كوليسترول، ده كوليسترول عامل زي العصيان كده في النص، عشان يحرك الغشاء كده. الغشاء يبقى ايه؟ في حاجه اسمها فليكسيبيليتي، او بنسميها اللي هو الميوعة، فلويديتي. فلويديتي يقول لك الايه، الغشاء ده بيبقى فلويد كده، لايك فلويد، ايه فلويد لايك كده، فاللي يخليه يتني ما يتقطعش منك وما يتخرمش الكوليسترول، ده الكوليسترول. الفوسفوليبيد بقى اللي هي ام راس وديلين دي، اللي هي دي اللي هي عامله كده بقى، دي راس وديلين. الراس دي تحب الماء، فهي ناحيه الميه والهواء، ودي ناحيه الميه والهواء، دي ناحيه الميه والهواء، دي ناحيه الميه والهواء. امال يا باشا الديل يا باشا احماض عضويه تحب الدهون، فتبقى عامله كده. الشكل الاصلي بتاعها بقى الكيميائي كده، يعني بص هي شكلها كده في الحقيقه، دي شكلها كده في الحقيقه. خلاص، بيبقى ديلين كده. الديلين دول بقى عباره عن احماض عضويه. بص يا باشا، فاكر انت الحلقه اللي فاتت دي، ده كان اللي لونه بني ده ايه؟ جليسرين. لو ماسك فيه 3 يبقى دهون ثلاثيه. لو واحد سابه من ال3 وركبنا عليه فوسفورس ونيتروجينوس بيز او قاعده نيتروجينيه بقى اسمه فوسفوليبيد. دي الراس اهي، دي الراس من جوه، ماشي؟ يعني دي الراس، ودي شكلها الكيميائي جليسرين وسيرين مثلا، السيرين عبد النور، السيرين مثلا، وفوسفورس فوسفورا، فده الفوسفوليبيد اهو. يبقى الفوسفوليبيد ده كان ترايجليسرايد، كان دهون ثلاثيه، وقطعت منه واحده وعلقت مكانه فوسفورا بقى اسمه فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد دي اول ما الاكسجين بيعدي عليها بيعمل لها عمليه اوكسيديشن، بياكلها، بيحرقها، فاهم؟ فانت لو حصل الحركه دي بانتظام، يعني بانتظام بالمنظر ده، انت فاهم؟ كل غشاء خلوي هيعدي عليه الاكسجين هيخرمه، وده اللي بيحصل. فعشان كده كرات الدم الحمراء اكتر خلايا بيموت منها ضحايا وشهداء، وخلايا الرئه اكتر خليه بتعاني، لانها عليها غير عمليه تبادل الغازات، هي عليها كمان تخلي دايما الرئه من جوه ناشفه ما فيهاش حاجه هوا بس. فربنا يخلق ايه بقى؟ يخلق حاجه اسمها سيرفاكتنت، دي طبقه زرقاء انا راسمها فوق عند جوه الحوصله، بين الغشاء وبين الهواء، لونها ازرق، اسمه ايه؟ السيرفاكتنت. معامل التوتر السطحي اللي بيخلي الحوصله مفتوحه ودايما بينشفها، وبيساعد ان الميه اللي في الانترستيشيوم او في البين خلوي ما تخشش جوه، جنب ان مليانه اوعيه لمفاويه شفاطات عشان ما تسيبش ميه خالص في المنطقه دي. خلاص، لكن
في حاجه مهمه قوي لازم تتوفر دلوقتي للخلايا دي وللمنطقه دي. ايه هي بقى؟ المواد الخام. عشان كده في التوقيت ده الدم الوريدي اللي راح للرئتين عشان يتأكسج او يتملي اكسجين، ما انا ببعت ال5 لتر في الدقيقه، خلاص مع ال70 دقه ببعت 5 لتر للرئه ياخدوا اكسجين ويطلعوا كربون دايوكسيد او يعملوا تبادل غازات وخلاص. حلو. المهم انا ببعتهم، وفي نفس الوقت بقى الدم الوريدي ده لسه طالع من الكبد، واللي قبل الكبد جاي من الكلى، يعني جاي يتنقى في الكلى مره واتنقى في الكبد مره وواخد انتاج الكبد دلوقتي. وفي نفس التوقيت الدم او الليمف اللي تم امتصاصه من عند الامعاء. ركز معايا، انت في نفس التوقيت دلوقتي، ماشي، انت في نفس التوقيت دلوقتي خلاص الكبد شغال بيصنع اتش دي ال والال دي ال، وخلايا الامعاء شغاله بتصنع كايلو مايكرونز. فهمت حاجه؟ يعني انت دلوقتي في التوقيت ده انا باكل، فباكل دهون وباكل فيتامين د وفيتامين دي، والبكتيريا بتعمل لي كي 2 والهكس ده، فبلمهم في خليه اسمها كايلو مايكرون فوسفوليبيد، وجواها الدهون وحواليها كوليسترول وعليها بروتين، وبصدرها. انا بصدر الدهون اللي واكلها كايلو مايكرونز في الليمف، والليمف على القلب والقلب على الرئه. ركز معايا، يبقى الكايلو مايكرونز تصنيع خلايا الامعاء طلعت دلوقتي على فين؟ على الرئه. ادي واحد. اتنين، الكبد في نفس التوقيت وصل له اكل، الاكل ده جلوكوز على بايروفيك على لاكتيك على امونيا على مش عارف ايه على سموم. فانا عملت ايه عندي في الكبد؟ لا، البايروفيك واللاكتيك عملتهم جلوكوز. طب والدهون المتكسره والفاتي اسيدز ومش عارف ايه والفوسفوليبيد اللي انت هتصنعها يا باشا، انا هعمل ال دي ال اتش دي ال. يعني يا باشا في نفس التوقيت اللي الخلايا الكبديه بتعمل اتش دي ال دي ال وبتصدر جلوكوز اسيتون، ركز معايا، يبقى الكبد بيطلع ايه؟ اتش دي ال دي ال، وبيتصدر ايه؟ جلوكوز اسيتون. في نفس التوقيت الخليه المعويه بتعمل كايلو مايكرونز، والاثنين بيتقابلوا في البلازما بتاعت الرئه عشان تحمي الخلايا دي وتعرف تحط مكانها مواد خام لاعاده التاهيل والتصنيع. وعشان لو عايز يا باشا انت تجدد خليه كامله يا باشا جدد. عندك اتش دي ال وال دي ال وكايلو مايكرونز، فيهم فوسفوليبيد وفيهم دهون وفيهم كوليسترول، اشتغل. وعندك سكر وعندك اسيتون، احرق واشتغل يا باشا. صنع بالسكر واحرق اسيتون، صنع بالسكر واحرق اسيتون. باشا انتاج الكبد كاملا طلع على الرئه. وفي نفس الوقت سموم الكبد اللي نفدت من التكسير طلع على الرئه. يعني انت بقى واكل اوجمنتين هيطلع الاول على الكبد ومنه على الرئه. طب واخده وريد هيطلع على الرئه على طول. طب انت واخد سم في الاكل هيطلع على الكبد ومنه على الرئه. طب واكل ديدان في الاكل هيطلع البويضات بتاعتها على الكبد. طب فلقت من الكبد على الرئه. لو فلقت من الرئه على دماغك يا باشا. رئه فلتر رقم 2. ايوه بعد الاكل، ما هو انت بتلاقي بويضات الاسكارس فين؟ في الرئه على طول يا باشا، على طول لازم تلاقيها، وتلاقي بويضاتها في الكبد برضه. مين اكتر خلايا بتواجه الاكسجين قبل احتوائه؟ كرات الدم الحمراء، خلايا الرئه، بطانه الاوعيه الدمويه اللي بيحصل فيها تصلب. بقى يقول لك اشمعنى الحته بتاعه الاوعيه الدمويه فيها تصلب؟ لان الحته دي بيحصل دايما فيها تبادل غازات. هو الحته دي اللي انا بسيب فيها الاكسجين من البلازما رايح للانسجه، وانا بسيب من وعاء دموي يا باشا. ليف بقى الحتت دي ازيك يا حسين؟ الحتت دي لو اتليفت دي التصلبات يا باشا في الاطراف. يقول لك قطع صوابع ايديه، جاله ضعف في الترويع في الاطراف، قطعوا رجليه وايديه يا باشا. جنودي قطعوا رجليه
فضل ماسك في جنودي قطعوا له دماغه، فاهم كده. يبقى خلايا الرئه يا باشا بتعمل تبادل غازات، بتعمل بتساعد ان الرئه تفضل جافه على طول، بتنقي البلازما، بتتفاعل مع الهرمونات. ما انا جاي من بطن حضرتك جاسترين، هيستامين، انسولين، صح؟ مش انا جاي لي الحاجات دي يا باشا ولا لا؟ هتفاعل معاها. ما انا جاي لي يا باشا من عندك جاسترين وهيستامين. الهيستامين ده هيزود الدم جوه وهيخلي الشعب الهوائيه تضيق. يعني كل ما الهيستامين يزيد، ماشي، كل ما الهيستامين يزيد الشعب الهوائيه بتاعتك تقفل. طب الهيستامين جاي منين؟ ماشي، يعني الهيستامين جاي منين؟ الهيستامين جاي من بطنك، من امعائك، من معدتك، وراح على الرئه. عشان كده يا باشا انت مجرد ما تاكل البضايه الغلط وتطلع هيستامين، هو راح على الرئه يا باشا دلوقتي. ما هو بعد ما اتكسر منه جزء في الكبد راح على الرئه. انت فاهم القصه اهي؟ تفاعل مع الهرمونات، وفي نفس الوقت بيدي حاجه اسمها مرونه وتمدديه. ما انت دلوقتي انت ما بتيجي، يعني ايه مرونه وتمدديه؟ يعني دلوقتي انا لما اجي شويه هواء دخلوا، شويه الهواء دول نفخوا الحوصله قد ايه؟ هل الحوصله لو نفخت فيها صغير تملى قوي ولا نص نص ولا ما تملاش؟ يعني هي ستيف ولا هايبر اكسباند، يعني بتتنفخ على الفاضي والمليان؟ دي برضو مش عايزها. انا عايز حاجه من ايه؟ زرتك بقى، يعني زرتك عشان الهستامين ده يا باشا. انت لو قفلت بق حضرتك يومين صدرك يفك. لكن المشكله انت بتديني دقيق في دقيق في دقيق في بيض، دقيق في دقيق في دقيق في بيض، فاهم؟ البلازما في الرئه لازم تكون مليانه خيرات بقى. بص الخيرات، بص الخيرات اللي جايه من الطيبات بقى: سكر، اسيتون، كايلومايكرون، اتش دي ال، ال دي ال، والباقي هرمونات وسموم هربوا من الكبد. هرمونات وسموم وانزيمات هربت من الكبد. تاني ولا مش تاني؟ هل الضيق الابيض سبب دهون البطن؟ لا، دهون البطن يعني تبقى شبه الراجل ده اللي احنا جبناه من شويه ده، من الدقيق والفراخ. خلاص. يبقى البلازما في الرئه يا باشا مليانه دول: سكر، اسيتون. بص انا اول كلمتين كتبتهم: سكر، اسيتون، سكر، اسيتون، عشان تحفظهم. يعني عشان بعد ما بص طول حياتك وافتكر مين اللي قال لك ده. حياتك في كبد، في شغل الكبد، سكر، اسيتون، كايلومايكرونز جايه من بطنك، من امعائك. دي الوحيده اللي من الامعاء، دي الوحيده اللي من الامعاء. 1 2 3 4 كبد، ودي الوحيده امعاء. ودي ربنا خلق لها مسار مخصوص تتعرض عليه وتغذي قبليه برضو العقد الليمفاويه قبل ما توصل عند الرئه. لكن اول انتاج الكبد، اول انتاج الكبد من السكر والاسيتون والاتش دي ال والال دي ال على الرئه مباشره يا بيه. بغذي هذه الخلايا المعرضه ليل نهار لهذا الغاز السام. خلايا جسم الانسان 36 تريليون، التريليون يعني مليون، مليون منهم 26 تريليون كرة دم حمراء. يعني 80% من خلايا دم حضرتك الخفيف ده كرة دم حمراء. لا تحتوي على نواة ولا ميتوكوندريا، فلا تنقسم ولا تستغل الاكسجين اللي عندها. ما بتستغلوش، ملوش لازمه. ملوش ايه لازم. عمرها يعني هي ما بتستغلش الاكسجين يا باشا. ما عندهاش ميتوكوندريا يا باشا. ما عندهاش ايه يا باشا؟ ميتوكوندريا. خلاص خلاص. عمرها الافتراضي 120 يوم. تحتوي على هيموجلوبين وبعض الانزيمات بس. بس بعض الانزيمات بس. يعني ما بتخلفش، ما بتنقسمش، لا. هي تعيش شويه صغيرين وتموت. قدرتها على الاصلاح شبه معدومه. يوميا هالك 200 مليار، يعني المليار 1000 مليون. عدد خلايا مخك على بعضها بقى يا بني ادم يا عاقل انت 86 مليار. ما بيموتوش من يوم ما بتتولد لحد ما بتموت، دول ثابتين. عشان كده دايما بنقول لهم ايه؟ اللي اتولد حمار بيعيش حمار ويموت حمار. ليه؟ هو نفس العدد ده ما بيتغيرش، دول ما بيتغيروش. دول بقى كل يوم هالك. يعني انت بتهلك كل يوم 200 مليار، 200 مليار كرة دم حمراء
وكل خلايا مخك 86 مليار. فهمت حاجه؟ فهمت حاجه. امال يا باشا بقى مين اللي معيشها طالما هي ما عندهاش حاجه تعيشها؟ تخيل بقى مين يا مؤمن. يعني دلوقتي انا بتعرض ليل ونهار، صبح وليل وبتاع، لاكسجين. يعني عند الرئه بترزع اكسجين، وعند الخليه وانا بسيب الاكسجين بترزع اكسجين، وانا باخده بتلزق، وانا بسيبه بتلزق. فانت واخد سايب بتتلزق، فبتموت. يقوم ربنا خلق لها نظام انتي اوكسيدنت. ما هو الانتي اوكسيدنت هو انتي اوكسيدنت لايه؟ هو خايفين دايما من الاكسجين بصراحه على دهون الغشاء الخلوي. ودهون الغشاء الخلوي لازم هتقابل السكر، فلازم يطلع من وراه مخلفات. انت فهمت؟ وطالما طلع من وراه مخلفات وتخرم، يبقى الخلايا دي بتموت يا باشا. سواء انت بقى كنت خلايا بطانه وعاء ولا انت كرات دم حمراء. انت فهمت الفكره يا باشا ولا لا؟ فانت كده كده بتتكسر. فمين بقى ربنا يقوم خلق لها نظام انتي اوكسيدنت زي الفيتامين اي مثلا، او الجلوتاثيون. اقوى انتي اوكسيدنت موجود في كرات الدم الحمراء هو الجلوتاثيون. بس مفتاح شغل الجلوتاثيون يا دكتور منك ليه هو هذا المركب العظيم. هو ده مفتاح الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي اللي جوه كرة الدم الحمراء، الجلوكوز. تخيل. عشان كده الجلوكوز ربنا خلق له بروتين يحتفظ بيه عنده، اللي هو الهيموجلوبين، يتلزق عليه. عشان ده اللي بينقذ كرة الدم الحمراء الوحيد من الاكسجين. ازاي؟ يخرب بيتك. عن طريق حاجه اسمها، بص ركز معايا في الحته دي، بص ركز يا ولا يخرب بيت اهلك. بس الجلوكوز اهو. الجلوكوز بيخش حاجه اسمها اتش ام بي شنط. هكسوز مونوفوسفيت شنط. اللي هيقول لي بتتكلم في تفاصيل، هقول له ركز في الحته دي عشان تعرفها اصلا. يعني ركز في الحته دي عشان تعرفها، عشان تعرف حاجه اسمها انيميا الفول وانيميا البحر المتوسط. اسمع دي انت حافظها. جي 6 بي دي ديفيشنسي معروف في العالم كله، اشهر انزيم في الكيمياء الحيويه. جي 6 بي دي ديفيشنسي يا باشا. الهرمون ده، الانزيم اللي ناقص ده، هو مفتاح دي بصنع فيها رايبوز في الاخر، وبطلع ناد بي اتش اقوى انتي اوكسيدنت. ده مفتاح الجلوتاثيون. مين يا باشا؟ في ايد مين؟ في ايد الجلوكوز اللي انت بتجوع خلاياك بيه. يعني انت بتجوع خلاياك من ده الجلوكوز. هو ليه سكتين بس جوه كرة الدم الحمراء. ليه كرة الدم الحمراء بالذات بتكلم عليها باهتمام واستفاضة؟ لأن كرة الدم الحمراء دي يعني 26 تريليون خلية، مجتمع خلوي لا يستهان بيه. يعني الجلوكوز ملوش سكة غير سكة من اتنين يا باشا. يا إما يمشي سكة بايروفيك، ودي الناهية، لأن ما عندوش هو ميتوكوندريا يكمل، ما عندوش ميتوكوندريا يكمل كريبس، فبيقف عند بايروفيك ويطلع بيبي. وهو بيعمل البيروفيك بيطلع هنا مركبات. المركبات دي تعرف تساعدني هنا، بس هقول لك هتساعدني ليه. هنا يبقى الجلوكوز يا باشا شغل اتش ام بي، عمل ريبوز، وفي نفس الوقت عمل الناد بي اتش، مفتاح الجلوتاثيون. يبقى مفتاح الجلوتاثيون هو الجلوكوز. حلو. ركز بقى معايا. الهكسوز مونوفوسفيت شنط ده بتاخد جلوكوز عليه فوسفاتا، جلوكوز عليه ايه؟ فوسفاتا. حلو. وبلفه بعمله رايبوز، وانا بلفه بنتج النات بي اتش دي. حلو الكلام. ركز معايا في الحته دي. الانزيم المسؤول عن ده
اسمه ايه؟ اسمه جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، اللي هو بيبدا اللفه دي. حلو حلو. ده اللي بينقص عند عيال ويقولوا الواد ده عنده انيميا فول. يعني يا باشا البتاعه دي مهمه، مهمه انت تعرفها، مهمه تعرفها. ما هو الباث واي ده عطل عند الطفل، ده عطل عند الطفل، ده ايه؟ عطل. فاكنه ما عندوش سكر. فهمت ولا ما فهمتش؟ يعني الواد اللي عنده ده اكنه السكر دخل الخليه بس ما عملش الباث واي ده. هيعمل التاني يا باشا، هيعمل التاني بتاع البيروفيك، لكن مش هيعمل ده. فاهم؟ فاهم. كمل معاك. يبقى ركز، هرجع تاني بص في الحته دي. يبقى تاني جلوكوز 6 فوسفات، جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز هيعمل رايبوز وهيعمل نات بي اتش اللي هي بتاعت الجلوتاثيون. مين يا باشا برضو المفتاح؟ الجلوكوز يا باشا. الجلوكوز يوصل فين؟ كرة الدم الحمراء، فيشتغل اتش ام بي جنب الاميل مايرهوف، دي تطلع بايروفيك ودي تطلع رايبوز. يا نهار اسود، رايبوز يا باشا. ايه الرايبوز ده؟ ده سكر خماسي. ده سكر ايه؟ خماسي. هقول لك عليه لقطه بس اصبر عليا بس. يبقى دلوقتي ايه اللي ما ينفعش ينقص جوه كرة الدم الحمراء؟ الجلوكوز. ليه يا باشا؟ عشان طاقه؟ لا يا باشا مش طاقه، ده انا لازم اطلع بيه النات بي اتش بلس بروتون عشان اشغل بيه الجلوتاثيون. وانت عارف يعني ايه جلوتاثيون؟ يعني انتي اوكسيدنت يا باشا. طب انا محتاج الف كرة الدم الحمراء يا باشا عشان دي بتتاكسد ليل ونهار، ليل ونهار. بتتاكسد وهي بتستقبل الاكسجين وبتتاكسد وهي بتسيبه. فهمت؟ ومين تاني يا باشا؟ خلايا الرئه. ومين تاني؟ بطانات الاوعيه الدمويه، عشان اكتر حاجه بيجي لها فيها تصلبات بطانات الاوعيه الدمويه. خلاص؟ ايوه، وقت الغيبوبه بيدوا جلوكوز. يبقى في كراسي انتظار او مخازن حاضره التسييل. فين يا باشا؟ في الهيموجلوبين المسكر بقى اللي هو التراكمي. يبقى في 7% دايما من هيموجلوبينك عليه سكر عشان ما ينفعش ينقص. فين؟ عندي. فين؟ في كرة الدم الحمراء. عشان لو اتزنقت في حته ما فيهاش سكر والبلازما فيها فقيره، او حته مزنوقه في وعاء دموي ضيق ما فيهوش سكر، او جوه عضله اتحبس عنها الدم بقاله شويه، اطلع من السكر اللي عندي. يعني يا باشا السكر اللي موجود اللي بيلزق على الهيموجلوبين ده مفيد يا باشا. عشان كده ما بينزلش على مستوى معين. فهمت ولا ما فهمتش؟ عشان انت بتنزله بالدواء، لكن هو في الاصل ما ينزلش على ايه. فتلاقي دايما ايه؟ بص، تلاقي الدم جوه نسيج الدم اهو في البومين سايب وفي هيموجلوبين جوه الخلايا، فتلاقيه يمسك في الالبومين ويمسك في الهيموجلوبين، يعدي يلاقي فيه ايه؟ خلايا مبطنه للاوعيه، ده اللي هو البطانه بتاعت الاوعيه، يلاقي جواها اكتين، يلزق يا باشا في الاكتين. يلاقي في البين خلوي، يلاقي كولاجين مرمي، ورق كولاجين يلزق عليه برضه. مين؟ الجلوكوز. يلاقي هيموجلوبين بيلزق عليه. باشا خلي بالك، تسكير الهيموجلوبين عمليه مقصوده، لان انا ما ينفعش ليه صفر. مش حاجه اسمها تراكمي صفر، ما ينفعش. ليه يا باشا؟ عشان السكر يا باشا لازم يكون عندي ستيبل. انا خليه، انا كرة دم حمراء يا باشا، عايز اعمل دلوقتي اتش ام بي عشان اطلع عمال على بطال دلوقتي نات بي اتش بلس بروتون، عشان افضل مخلي الجلوتاثيون دايما اكتف. وهتعرف ازاي دلوقتي. الهيموجلوبين هو بروتين خلوي داخل كرات الدم الحمراء، مش زي الكولاجين بنلاقيه بره ساعات. الهيموجلوبين داخل خليه الدم الحمراء. عشان كده الدكاتره اما انا حطيت موضوع التراكمي، ان التراكمي ده اكذوبه القرن، وان التراكمي ده داخل خلوي، وانتوا بتقولوا ان هو انا السكر ما دخلش الخليه، طب دخل اهو. وعشان كده العيان اللي عنده سكره عالي بتلاقي التراكمي بتاعه عالي، لان خليته بتتعرض لستريس اعلى. فارحمونا لله، بتساعده. يس. واقول لك دلوقتي حالا كمان في حاجه تانية انا لسه ما قلتهاش. انا عايز اقول، انت تعرف ال البتاعه دي بتحصل في كام خليه؟ ها؟ يعني تعرف بتحصل في كام خليه؟ بص،
يحصل ايه؟ ها؟ طب يحصل ايه لو الجلوكوز نقص او ما عرفتش اعمل نات بي اتش بلس بروتون اللي هو بتاع الجلوتاثيون؟ هيحصل ايه يا باشا؟ هيحصل ايه؟ سؤال. هتتكسر كرات الدم الحمراء قبل ميعادها لو جاعت من السكر بفعل فاعل بالانسولين. ما هو مفيش يا باشا جلوكوز عندك، انت عمال تنزل لي في التراكمي، فانا كرة دم حمراء انا ما عنديش، هتكسر فيجي لك انيميا فتقول لي حديد بقى. انت فهمت الفكره راحت فين؟ يعني انت يا باشا هتكسر كده كده. لو ايه، لو انت عندك حاجه من الاثنين دول، يا السكر قليل يا ما عرفتش تعمل نات بي اتش بلس بروتون. طب انت يا باشا عندك السكر كويس بس مش عارف تعمل نات بي اتش بلس بروتون، تمام؟ هتلاقي ايه؟ ها؟ انيميا الفول، جي 6 بي دي ديفيشنسي، يعني العمليه الشنط، الاتش ام بي شنط، ماشي؟ خد بالك انت عبقري، اتش 1 سي بيقيس السكر داخل من جلوت 1 اصلا. ما انا عايز ده. والسكري بيقول لك جلوت 4، يعني ايه جلوت 4؟ يعني ايه جلوت 4؟ مش حاجه اسمها جلوت 4 يا باشا، ده داخل عادي يا باشا. هو بيقول لك جلوت 4 بايظ يا باشا، ما يبوظ يا باشا، داخل كده جلوت 1. ما بتحكيش، مفيش حاجه اسمها اصلا يا باشا سكر. انا داخل وبطريقتي. السكر ليه 17 جلوت او ترانسبورتر، منهم واحد جلوت 4 موجود في 3 خلايا عمي، وباب خلفي اكسسوري دور، باك دور، مش مين انترنس. المين انترنس بتاع الخليه هتلاقي ايه؟ جلوت 1 2 3، فاهم؟ 4. هتلاقي 4 بقى موجود في 3 حتت خوازيق بقى، في الحمام، في التويليت بقى، باب خلفي في العضلات، باب انترنس رئيسي في الخلايا الدهنيه. عشان كده اللي بيمشي على النظام وقت ما بيمشي الانسولين بيصفر، فالخلايا الدهنيه بتموت، بتخلص، ما بتخزنش تاني، ما بيخشلهاش سكر اصلا عشان تخزن دهون، فاهم؟ فالدهون بتاعته بتتشفط، يبان عضلاته على حقيقتها بقى ساعتها. ان العضلات، الخلايا العضليه تخزن دهون وتخزن نشويات وبتكبر في الحجم، فبيفتكر ان دي عضلات. لا يا قلبي، دي مش عضلات حقيقيه. انت فيش على ما فيش، فهمت؟ العضله الحقيقيه بتاعتك هتبان دلوقتي ايه. فهمت الشكل ولا لا؟ بس لان الخليه العضليه 37% منها بس بروتين، فهمت؟ والباقي نشويات على ميه. احنا فهمنا موضوع الميه بقى خلاص. دلوقتي انا لو ما عرفتش اعمل نات بي اتش بلس بروتون من، يا باشا مشكله العيان ده ايه بقى؟ السكر ما بيعرفش يعمل منه بتاع، ما بيعرفش يلف اللفه اياه. لا بيعمل ريبوز، ركز معايا في الكلمه اللي انا بقولها دي، لا بيعمل ريبوز ولا نات بي اتش بلس بروتون. الاتش ام بي شونت اللي هي الهكسوز مونوفوسفيت. يعني ايه هكسوز مونوفوسفيت؟ يعني انا دلوقتي جايب سكر وعليه فوسفات اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت، وهدخلها لف بقى اللفه الشنط دي. حلو الكلام؟ حلو. موجوده بقى في انهي خلايا؟ عد معايا بقى يا باشا. بص، كرات الدم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء، وخلايا الكظريه. ركز بقى في الحته دي. ليه خلايا الكظريه؟ ما انا من بقالي امبارح عمال اتكلم على الكظريه وضعف الترويه، والجلوكوز لو ما راحش الكظريه مش هتصنع حاجه، والخصيه والمبايض، وطبعا في الكبد. ركز معايا. يبقى الاتش ام بي شنط دي مش موجوده في كل الخلايا بالتساوي، لكن موجوده في بعض الخلايا بصوره مكثفه، اهمهم كرات الدم الحمراء، حفاظا على حياتها وبقائها لمده 120 يوم سليمه ومعافاه. خلايا الدم البيضاء عشان دي بتطلع مواد مؤكسده بتموت بيها اعدائها، زي ميه الاكسجين ال H2O2، وبتطلع جذور حره كتير. مين دي يا باشا؟ خلايا الدم البيضاء. مين يا باشا؟ خلايا الدم البيضاء يا باشا مش بتموت بالمضاد الحيوي، بتموت بالهيدروجين بيروكسيد اللي هو ال H2O2، هنقولها في حلقه الجذور الحره. ركز معايا. فمحتاجه دايما عندها ايه؟ دايما عندها جلوتاثيون شغال كويس. طب الخلايا الكظريه كلها قشره ولب بتشتغل بالاتش ام بي ليه؟ عشان الناد بي اتش بلس بروتين مهم لتصنيع الكوليسترول، مهم لتصنيع الدهون.
الله، كوليسترول يعني هصنع سكس هرمونز عشان كده في الخصيه والمبايض، والكورتيزون في الكظريه، والكبد المصنع الاعظم المايسترو اللي ما ينفعش ما يبقاش عنده شنط مش شغاله او باث واي في اي حته مش عنده. يبقى كرات الدم الحمراء عندها اتش ام بي، والخلايا الدم البيضاء عندها اتش ام بي، عشان الاثنين دول بيطلعوا اتش 2 او 2 كتير او بيواجهوا الاكسجين كتير، فبيحصل عندهم عمليه ليبيد بروكسيديشن. ليبيد بروكسيديشن يعني ايه؟ ليبيد بروكسيديشن اللي هو عمليه حرق الدهون وانتاج مواد قذره والتهالك الخلايا. تهالك الخلايا، خلايا الكظريه مصنعه الكورتيزون ومصنعه الالدوستيرون والادرينالين والنور ادرينالين. دي خلايا الكظريه محتاجه مين يا باشا؟ الاتش ام بي اللي هو اصلا جلوكوز يا باشا. جلوكوز لله، جلوكوز لله. وطبعا الكبد والخصيه والمبايض في الخصوبه دي الاتش ام بي. عشان كده بقى الولا ابو انيميا فول، الواد ده ما يتعرضش لاي ستريس. اي ستريس يبهدله. يقول لك يعني ايه يا دكتور اي ستريس يبهدله؟ يعني يا باشا الواد ده لو شم الفول يتبهدل، لو خد دواء زي المضاد الحيوي اوجمنتين يتبهدل، لو خد اسبرين يتبهدل. فاهم؟ ويسموها لو مع الفول ميديترينيان فورم. تقول له يا باشا هو انتوا سميتوا ليه دي الفورم البحر المتوسطه ميديترينيان؟ ميديترينيان يقول لك ما هو الطقم يا باشا اليونان والايطاليين والمصريين وشمال افريقيا دول اكلة فول، يعني دول طفحنجيه فول. فاحنا امراضنا احنا وهم مع بعض حوض البحر المتوسط. انت فاهم؟ الميديترينيان، انت فاهم؟ حوض البحر المتوسط. فيقول له دي الميديترينيان فورم اللي هي الفافيزم. يعني لو خد اسبرين الواد ده يكسر كرات دم حمراء بسرعه 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 بسرعه. لو خد مضاد حيوي خاصه السلفه، السلفه تموته. اه يا باشا تموته عادي. لو شم الفول او خد سلفه او خد اسبرين اي ستريس، حتى لو خد اوجمنتين يعملوا نفس الحاله دي، يعملوا نفس. يبقى يا باشا ده ما يتعرضش للستريس وبيبان لنا في ده. طب يا باشا معنى ان الفول بيعمل مع الولد ده الاستريس ده، هل ده معناه ان انا ما بتعرضش لنفس الاستريس؟ لا يا باشا بتتعرض له. عشان كده اللي اي جحش بيعدي يقول لي الفول مهم في الاكل، لا يا باشا الفول ستريس زي الاسبرين بالظبط زي السلف. فهمت قصدي ولا لا؟ فانت ما تبصليش ان الفول ده ماده مغذيه ولا اهالينا كانوا بياكلوه، هم كانوا مساكين. هم ما ايه مساكين واقنعناهم ان هم بياخدوا البروتين وكلام زباله. ده كلام بقى بتاع المسرحيه بقى. 7 سنين فول والفول بيبني العضلات واصل ده بروتين حيوان نباتي ومش مشكله شويه الغازات وقشرته صعبه في الهضم فنقعوه، واصل بطلع السموم بالنقع. ليه ان شاء الله تنقوا في ايه؟ يعني انت يعني ايه؟ اصل انا نقعت الحمص يومين، يعني فاهم؟ نقعت الحمص يومين فطلعت السموم وطلع ايه العبط ده؟ لا ده الكلام ده تقوله لطنط سهير وتشربوا شاي العصر. ان اي يا ستي ساعتين يطلع السموم اللي جواه. هو ليه خلاص اتخلصنا من الغازات؟ طبعا يا باشا الفول ده قاتل قاتل، زي ما بيعمل في الواد ده تكسير كرات دم حمراء، بيكسر عندنا كرات دم حمراء. وان كان عند الواد ده بيكسر اسرع لان هو مش ملاحق، هو ما عندوش ماكينه النات بي اتش بتطلع بسرعه. يا باشا ما هو السايكل دي بتلاقي ايه؟ بص دخل جلوكوز من فوق، طلع من تحت ايه؟ رايبوز، وطلع نات بي اتش. رايبوز نات بي اتش، رايبوز نات بي اتش. ركز معايا، ركز معايا في حته معينه نسيت اقولها لك. بص يا باشا الاتش ام بي دي ها موجوده كمان في العضلات. ركز معايا، انا ما كتبتهاش، انا نسيت اكتبها، بس انا هكتبها لك بالاحمر هنا بقى طالما انت ايه شطور وحضرت اللايف. عشان ايه؟ يبقى ايه كتبناها العضلات. طب انا قلت يا باشا، قلت حاجه، قلت ان آه طيب اهي العضلات كمان يا باشا. خلاص، يعني يعني دي في العضلات. حد خد باله ان انا بصنع رايبوز؟ رايبوز ده سكر خماسي. سكر خماسي يعني شويه حاجات. عارف ايه سكر خماسي؟ شويه حاجات اقول لك. عارف ايه هي شويه حاجات الخماسي ده؟ اقول لك. يعني دي ان ايه؟ يعني ار ان ايه؟ يعني خلايا جديده يا باشا. ده رقم واحد. يعني
اي تي بي واي دي بي اللي هم عملات الطاقه نفسهم، تصنيعهم محتاج ريبوز، مش تنشيطهم. تصنيع عملات الطاقه محتاج ريبوز. سلالم الدي ان ايه وسلالم الار ان ايه محتاجه ريبوز. انت فاهم؟ الريبوز معناه خلايا جديده، عشان كده موجود في الخصيه. يا باشا موجود فين؟ في الخصيه. ايوه يا باشا، انا بصنع 1500 حيوان منوي في الدقيقه، فعايز كميه كروماتين غير عاديه. كروماتين يعني ايه؟ يعني يا باشا عايز سكر. عايز سكر عشان يطلع ريبوز، والريبوز امسكه في قواعد نيتروجينيه، واعمل دي ان ايه، اعمل ار ان ايه، بعمل خلايا. يعني السكر هنا يا باشا خصوبه. السكر ايه؟ خصوبة، حيوانات منوية. السكر بويضات ناضجة. السكر حيوانات منوية، بويضات ناضجة. اديني عدت الكلمة 10 مرات. انا هبقى احط لكم يا جماعة في قصة، يعني قصة حصلت قريب مع عيانة عندي اسمها نسمة، وربنا اكرمها بالحمل بعد معاناة وسط العلاج معايا 6 شهور، وشافت كذا حمل قدامها، وكانت البنت يا حبيبتي فرحانة ونفسها، وكانت بتكتب لي بقى لها 6 سنين ما خلفتش، هي دلوقتي حامل. هي بس المشكله انا عايز اقول لكم عليها ايه. بيقولوا على الفول بيموت، ليه؟ ما هو بيموت اهو. ان العيانين يا بابا بعد ما بيوصلوا للمرحله دي، أو البنت بقت حامل ما جاتش، ما شفتهاش بقى من ساعتها. دي هتجي لي امتى بقى؟ اما يحصل لها حاجه لا قدر الله. فالاشكال دي بقى انا بزعل منها، عشان كده عيب، ما يصحش، عيب. المفروض اللي خلاكي تحملي بعد 6 سنين تجي له تقول له ميرسي يا دكتور، بدي اشكرك يا دكتور على اللي انت عملته معايا. لكن دي الناس بقى اللي بتنسى، فربنا ايه مش بيبارك لها خالص. فهمت؟ ودول زيهم كتير، زي الواد اللي بيقول لك لو الواد خف بالبهاء يخرب بيت ابوك، وانت اما خفيت ما جيتش ليه؟ تقول لي كتر خيرك اشكرك. مفيش ادنى مسؤوليه، ادنى مسؤوليه. العضلات يا باشا، العضلات محتاجه سكر عشان هي كمان بتكون عضلات. انا بكون خلايا عضليه، انا طول ما انا قاعد بفقد عضلات، خلي بالك. بس الغريبه بقى ان العضلات ما عندهاش الانزيم اصلا بتاع الجي 6 بي دي. امال ايه اللي بيحصل؟ اقول لك انا. هي بتلف فيها اللفه دي، بس بتلف عكس. يعني لازم اشغلها بايروفيك لاكتيك، واخد من عندها البرودكتس بتاعتها، واشغل بيها عكس عشان انتج بيها. ما هو نفس القصه بتحصل في كرات الدم الحمراء عند الواد ده. ليه؟ لان الواد ده لو ما حصلش معاه كده، لو ما حصلش معاه كده يموت، كرات الدم الحمراء تتكسر. فلازم يشتغل على امبيدن مايرهوف، ويوصل للبايروفيك، وياخد منها حاجات ويشغل دي عكس. مش هعرف اشتغل من جلوكوز لرايبوز، لا، اعرف اخد منتجات من منتجات البايروفيك، من الباث واي اللي جنبي. فاهم حاجه ولا مش فاهم حاجه؟ بس لازم السكر هو اللي هيلفها برضه. يبقى انا الف السكر الناحيه دي، وبتعمل كده في العضلات. خلاص؟ اللي هو ايه؟ يبقى الانزيم ده لو ناقص، وده ما بيحصلش لا في كرات الدم الحمراء في الواد العيان اللي هو عنده فافيزم، او في العضلات، يبقى لازم اشغل سكر على امبيدن ما ايه؟ مايرهوف. خلاص؟ ماشي؟ ماشي. حلو قوي، حلو قوي. ايه اللي بيحصل بقى؟ السكر بيحصل، الاكسجين بيحصل ايه؟ الاكسجين اما بيتفاعل مع النات بي اتش بلس بروتون دي. لا استنى دي الاول. بص، بص، مش ده انا دي النات بي اتش بلس بروتون دي. بص اهي، دي اللي طالعه منين؟ من الاتش ام بي، وده الجلوتاثيون مؤكسد. اما بيعدي ده بقلعه الهيدروجينتين، وده بركبها له بقى ده جلوتاثيون ناشط. خلاص، ده اللي بيخلص ال H2O2، ده يروح على دي يخلصها. اللي في نفس الوقت النات ده هو اللي انتجها. ما هو بيمسك في الاكسجين يقوم مطلع ال H2O2 قصد. ده فين يا باشا؟ ده كرة الدم الحمراء عشان تحمي نفسها. دلوقتي كرة الدم الحمراء دي بتجري كده اهو، كده اهو، كده اهو. حلو. وهي بتجري لقت بكتيريا قدامها، فقدامها حاجه من اتنين، يا تتفاداها يا تفرز حاجه. هي مش هتعرف تتفاداها، لان كرة الدم الحمراء مش صاحبه حركه، هي هتخبط فيها. فلو خبطت فيها والتانيه بقى ميكروب ولازق كده، فهي تقوم مطلعه من عندها ميه اكسجين تحرقه. تطلع من عندها ايه؟ ميه اكسجين تحرقه. طب هجيب ميه اكسجين منين؟ يقول لك هي بقى في اكسجين عندها بيعدي رايح جاي كده، تقوم ماسكه فيه دي
ماشي. النات بي اتش اللي طالعه منين؟ من الجلوكوز، وعامله ميه اكسجين. الميه الاكسجين دي تحرق بيها الميكروب اللي هيخبطها، وبعد كده تتخلص من الزيت بتاعه تعمله ميه. بس لو قابل حديد بالصدفه يعمل بقى جذور حره، جذر الهيدروكسيل او جذر الهايبوكلورايد ده. خلاص، يبقى دي جذور حره اهو. هيدروكسيد، قصدي بيروكسيد، هيدروكسيد او الهايبوكلورايد، دول اسمهم جذور حره يا باشا، بتنتج عشان اموت بيها البكتيريا اللي داخله عليا، وانا كره دم حمراء فقيره ما عنديش ميتوكوندريا. ما عنديش ايه؟ ميتوكوندريا. يبقى النات بي اتش بلس بروتون، فاهم؟ هي اللي نشطت الجلوتاثيون. النات بي اتش بلس بروتون هي اللي نشطت الجلوتاثيون، او بمعنى اصح وبسيط للمواطن البسيط واللي تحت البسيط واللي جوه البسيط، الجلوكوز يا بيه هو اللي نشط الجلوتاثيون. عشان يبقى مين اللي انقذ الخليه كره الدم الحمراء من الموت؟ الجلوكوز. مين اللي خلى الكظريه تصنع كورتيزون والدوستيرون ونور ابنفرين وابنفرين؟ الجلوكوز. مين اللي خلى الخصيه تنتج حيوانات منويه؟ الجلوكوز. السكر انتج جلوتاثيون. السكر انتج جذور حره للحمايه. السكر انتج هرمون الخصوبه التستوستيرون او الاستروجين في الستات. السكر هو اللي انتج بويضات في المبايض، هو اللي انتج حيوانات منويه. السكر يا باشا، السكر حياه حضرتك جوه السكر. هو اللي حمل خليه من الاكسجين، هو اللي حمل خليه من الجذور الحره الزياده، هو اللي خلى الكظريه تطلع كورتيزون والدوستيرون، هو اللي خلى النخاميه تطلع هرموناتها السليمه، هو اللي خلى الدرقيه تطلع ثيروكسين، لان الثيروكسين مش هيطلع من غير H2O2، من غير الهيدروجين بيروكسيد. افهم يا باشا، السكر حياه حضرتك. السكر حياه حضرتك، عشان كده ربنا خلق يعني يا باشا انت محتاج ربع كيلو سكر تصنيع. فانا هقف عند هنا، خلاص هقف عند هنا، لان انا المره الجايه عايز اتكلم على الهيموجلوبين نفسه بقى. انا خلصت الجلوكوز، اهميته بالنسبه للخليه، ازاي حمى كرات الدم الحمراء، ازاي الباث واي ده ليه وظائف في اماكن تانية كتيره في جسمك زي الكظريه وزي الكبد وزي الخصيه وزي المبايض وزي الغده الكظريه الفوق الكلويه وفي العضلات، عشان العضلات محتاجه دايما الخلايا تتجدد لانها فيها وير اند تير. وير اند تير معناها ان هي دايما بتفقد خلايا منها كتير، والعضلات عايزه تكون بروتين، والبروتين ودي ان ايه، فعايزين رايبوز، فالرايبوز مش هعرف اجيبه من حته، فبعمله انا من عندي من شويه جلوكوز، من سكر المائده، السكر الابيض. هذا السكر اللي هم اتهموه سنين ان هو سام، معرفش ازاي، مع انه لو دوبته في الميه ما بيبانش من بره من الناحيه الثانيه ده ايه، فاهم؟ عمره ما يعمل لزوجه في الميه مهما عليت التركيز بتاعه، عمره ما يعمل لزوجه في الميه مهما عليت التركيز بتاعه. السكر عمره ما كان مضر باي كميه باي تركيز. عمر السكر، بعيدها تاني اهو، عمر السكر ما كان ولا هيبقى، عمر السكر ما كان ولا هيبقى مضر في يوم من الايام. واحفظها، عمر السكر ما كان ولا بقى ولا هيبقى مضر في يوم من الايام. السكر دايما مفيد، ووجوده مفيد، وفي الحتت اللي هو موجود جنبها بيفيدها، والا ما كانش اتعمل له حته يلزق فيها كل شويه. هو معمول لكده، ما ينفعش ينقص، وفي خلايا بتحتاجه اكتر من النفس. خلاص، اشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى اكون قدرت اوصل للحته النهائيه. خلاص انا خلاص شبه خلصت، تمام، ناقص حاجات بسيطه وخلاص نكون قفلنا تبادل الغازات على اطلاق من عند النفس فوق لحد الخلايا التبادل الخلوي تحت. يعني هنا اتخلصنا من الفضلات وهنا دخلنا النفس، وان شاء الله المره الجايه يكون اخر حاجه في الحته دي. اشكركم على حسن الاستماع.